وافقوا عباد الله. واش نرضاو هاد الشيء هذا؟ كترضاو على عيالاتكم وليتو كتقلبوا على لا خليها حتى توقع بمشكله ونمشي نوقف معاها، القانون يجيب لي حقي. وفينا هو سيدي ربي سبحانه وتعالى قبل كل هذا؟ وفينا هو الضمير؟ فينا هو هذه شواطئ بغرف نوم؟ في هذه الحلقه هذه غادي نهضروا على الشواطئ كما هضرنا في واحد الفيديو اللي فات. الشواطئ فاش كتسمع الشواطئ يعني كتسمع شي حاجه غنمشي نتبحر مع الناس مع داك الشيء اللي كيرضي الله سبحانه وتعالى. ولكن في هذه الحلقه غادي نشوفوا العكس، الناس كيمشيو يتبحروا باش انهم يبينوا اللحم ديالهم، النساء، الامهات، البنات. مع الاستاذ حمزه الخالدي غادي يهضر لنا على الشواطئ ديالنا، كيفاش كيشوف الشواطئ والحاله اللي وصلت لها الامه الاسلاميه، كيفاش الحاله اللي وصلوا لها الناس في الشواطئ. هل على التقزاب، ها التبرج، ها اللي كيهضر مع هذه، ها اللي غادي مع اختو عريانه، وها اللي غادي مع مراتو عريانه، كلشي كيبان. وكاين واحد النوع عاود الاخوان كيتعوم بواحد اللباس، واحد اللباس مزير، وكدير ديك اللعبه ديال بحال الفولاره، وكتسمي راسها محجبه وكلشي باين، غير كتفزي كلشي كيلصق فيها، دوك الحوايج اللي كتلبس كيلصقوا فيها. هادشي هذا راه بزاف، هادشي راه ولا بزاف الاخوان، لان مجتمعنا الاسلامي ما راضيش بينا في هذه الحاله هذه. وكذلك حنا هادشي هذا ما كيمثلناش كمجتمع اسلامي. هادشي هذا راه بزاف الاخوان. هادشي اللي غادي نشوفوا في هذه الحلقه هذه مع الاستاذ حمزه الخالدي. خليكم مع لا فيديو. الشواطئ الان، السؤال الوارد على الشواطئ اليوم، هل هي فعلا شواطئ للاصطياف، شواطئ للسباحه، ام هي غرف نوم، ام هي اسواق دعاره؟ هذا هو الواقع، لا نغطي الشمس بالغربال. هل هي شواطئ يرتادها المسلمون ام شواطئ يرتادها الشياطين؟ هل هذه الشواطئ لقوم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ هل هذه الشواطئ تعكس حالة أقوام قد قدموا الأضحية في العيد قربانا لرب العالمين؟ هل هذه الشواطئ تعكس هذه الأمم التي ذهبت لتصلي صلاة الأضحى؟ هل هذه الشواطئ تعكس حالة هذه الأمة التي كانت تصوم رمضان وتخرج لتصلي صلاة التراويح نساء ورجالا؟ هؤلاء هم هؤلاء. بأي شيء يحكمون؟ بأي منطق يحكمون؟ بأي شريعة؟ في أي دين نرى هذا التسلخ وهذا الانسلاخ عن الهوية وعن الدين وعن الشريعة وعن الحياة وعن التقاليد وعن الأعراف؟ قلب لي كتب التاريخ المغربية، قداش كانت المرأة كتمشي تتعرف الشواطئ المغربية؟ كانوا كيعوموا، كانوا كيديروا الخيام، ولاو الآن الخيام كيستهزئوا بهم. واحد تيكتب لك ستوري تيقول لك انا ما عرفت واش جاي الاورطوخرون ولا جاي للبحر نتبحر. علاش؟ حيت كاين الخيام بزاف، حيت واحد ساتر مرتو ساتر بنتو، ولا دابا المراه عيب تعوم بالبيجامه ديالها. ما هذا الحال الذي وصلنا اليه؟ وافقوا عباد الله. واش نرضاو هذا الشيء هذا؟ كترضاو على عيالاتكم؟ كترضاو على بناتكم؟ ايوا راه هذا الشيء هذا راه كيدوز قدام عينيكم. اشنو هو الشيء اللي غطى عليكم هاد العينين هادو؟ ما بقيتوش تشوفوا كاع، ما بقيتو كتفرقوا لا بين حرام لا بين حلال لا بين حياه لا بين حشمه لا بين كذا. وعادي انت تيوقع في المشكل يقول ويا ندمتي، صافي ما بقاش ربي سبحانه وتعالى، وليتو كتقلبوا على لا خليها حتى توقع في مشكله ونمشي نوقف معاها، القانون يجيب لي حقي. وفينا هو سيدي ربي سبحانه وتعالى قبل كل هذا؟ وفينا هو الضمير؟ فينا هو الوازع الايماني؟ سبحان الله. هذه شواطئ بغرف نوم، ما بغيتيش ما كيفاش غتفهم كل الموبقات فيها. يحدثني رجل اليوم يقول لي الخمر يباع على الشواطئ، بارد مثلج مقلاصي كيتباع في الشواطئ اليوم. الشواطئ اليوم مرتع لكل الفاسدين، الحشيش، الشيشه، بلا ما تهضر على الشيشه والعراء والقرا والزينه والفساد، داكشي عيني عينك. ويدي الراجل بنتو، ويدي الراجل مرتو، ويدي الراجل ولادو، ويدي الولد اختو، ويجلسوا داك الشيء كاننا دخلنا الى جهنم. ما هذا الانسلاخ؟ ما هذا الانسلاخ؟ ما هذا العريش؟ فين غنوصلوا؟ فين بغينا نمشيو؟ ولا ولينا نخافوا على راسنا، ولا نخافوا على عيالاتنا، ولا نخافوا على ولادنا؟ ايوا ولدك ها هو تعيا ما تربيه، الزنقه تفسدوه، الشارع يفسدوه، الشاطئ يفسدوه، فين غنمشيو حنا؟ فين غنمشيو؟ انا حكيتها اليوم كثرت الضحك، ما قدرش نستوعب. قال لك الاخوه مشاو مساكن، قال لك يبحروا في شي بحر بعيد، قال لك واحد جيب مراته لحالهم تما هكاك بحال نهار اللي ولدها تما، مشاو تيهضروا معاه، قال له الشريف وعطيناكم اتساع وجينا ضربنا تما لهاد البحر هذا تخسروا لينا الله يرحم والديك. غطي مراتك اخويا ولا سير قلب على شي بحر اخر. ما يمكنش حنايا 60 الخلق غادي نمشيو نقلبوا على بحر اخر وضربنا تما باش وصلنا لهنا. الله يرحم الوالدين.
وقال له اخويا راه كنمشي للبحور الاخرين مراتي كتبغي تعرى تستمتع بالشمس. قال له انا كناملها عليكم حيت نتوما ما كتدسروش على العيالات. ايوا خويا انت راه دسرتي علينا مرتك وراه انت دسرتي علينا بمرتك. هاد الدياته هذه اللي ولات في المجتمع المغربي. اي حيت هما كيتصروش على العيالات كما قال الاستاذ حمزه الخالدي، هما ما كيتصروش على العيالات وهو جايبها باش انها تصر عليهم. شنو هذا الشيء؟ شنو هذا الشيء ولينا كنشوفوا دابا؟ مرا كتلقى مرا كبيره بولادها غاديه مع بنتها عريانين وغاديين للبحر. واش هذا الشيء واش كيقلدوا زعما كيقلدوا الغرب ولا كيفاش؟ الغرب راه باين الطريق ديالهم، ولكن هادو اللي مسمين مسلمين وكيقلدوهم راه العجب. هذا الشيء بزاف. ما فهمتش انا ما فهمتش تجي وحده تبرز جميع المفاتن ديالها وتقول لا يلمسني احد، لا يلمسني احد، تبين جميع ما حرم الله عز وجل على المرأة اظهاره وتقول كلام ما يلمسني احد. وهذه حرية، هذه راه السخانة ديال التعري، هذه راه السوسه اللي نخرات لكم في القلوب ديالكم وخربقات لكم الميموار ديال العقل ديالكم. كتظل المراه انها تعرات وبينات المفاتن ديالها وعرضات البضاعه ديالها انها غيجيها الرجل الكفء، غيجيها غير واحد بحالها واكثر منها وكفت منها تا هو تيبغي يشونجي. واه البحر اللي كلشي كان يخاف منه هذه غير شهر. قال لك القرش مرة في حينا جاءنا قرش كبير، قال لك نوضوا الروينه وقال لك القرش كلاهم والبحر تيهيج والبحر تيدي العوامه وبنادم يرد البال وكذا والبحر ما معاه زعامه وكذا وكذا. فينا هو الخوف هذا من البحر؟ فينا هو الخوف هذا من البحر؟ واش هذاك البحر تيتحرك راسو؟ هذاك البحر تيمشي ويجي راسو ولا؟ كما سمعتوا الاخوان من الاستاذ حمزه الخالدي، كلشي ولا كيبان. الحمد فيما كان شي كارثه عظمى كتلقاها في الشواطئ وكذلك في الشوارع، راه كلشي كيبان الاخوان. هذا الشيء راه بزاف. واش حنا في دوله اسلاميه في مجتمع اسلامي ولا حنا في دوله غربيه؟